السلام عليكم. الفيديو ده معمول لأي حد بيشتغل على برنامج الزوم، سواء للمحاضرات، سواء للمذاكرة، سواء للاجتماعات. وطبعا كلنا عارفين إن الزوم بيديك 40 دقيقة مجاني، ولو عاوز فوق ال 40 دقيقة بتدفع اشتراك. ودي أكيد حاجة ضايقتكم كلكم، بتبقى في نص الاجتماع وفجأة الزوم يفصل أو يقول لك فاضل 10 دقايق فوق، ويا تلحق يا ما تلحقش. النهارده أنا جايب لكم البديل لبرنامج الزوم، وهو على فكرة فري وموجود من زمان جدا بس مش مشهور. فيلا بينا. شركة جوجل مقدمة برنامج فري زيه زي زوم بالظبط، ولكنه مجانا بالكامل. النهارده هنتعرف على برنامج جوجل ميت. موجود على الموبايلات الاندرويد، موجود على موبايلات الايفون، على الايباد، كمان على الكمبيوتر بتاعك سواء ويندوز او ماك. مش فارقه، هو نازل على كل البلاتفورمز وتقدر تشغله من اي حته. يبقى اول حاجه ان انت هتنزل البرنامج على الموبايلات، او لو عندك ايباد هتنزل البرنامج الاول. وبالنسبة للكمبيوتر هو مالوش برنامج، انت بتخش عليه من البراوزر نفسه او من صفحة النت بتاعته نفسها. طيب تعالى اول حاجة ان احنا نشوف، اول ما نخش عليه نعمل ايه بقى علشان نبدأ ان احنا الاجتماع بتاعنا، او ان احنا نبدأ نشتغل على الجوجل ميت. اول حاجة وبكل بساطة جدا انت هتخش على جوجل دوت كوم. اول ما تخش عليه هتطلع فوق هنا عند البروفايل بتاعك من فوق، هتلاقي فيه اللي هو المربعات بتاعت جوجل ابس. هتدوس عليها هيفتح لك الايقونات الكتيره قوي دي. من هنا تحت بس شويه صغيره وهتلاقي الايقونه دي علامه الفيديو، وهتلاقي حاجه اسمها ميت. هتكليك عليها هيفتح لك الجوجل ميت فوق على الشمال هنا اهو. هو ده الجوجل ميت بكل بساطه. هو عامل زي الزوم بالظبط، ولكن هو ابسط بكتير جدا جدا كمان. يبقى احنا كده عرفنا عن طريق الكمبيوتر. عن طريق الموبايلات دي كده صفحة البداية على الموبايلات كلها، سواء انت اندرويد او سواء انت ايفون. اول ما تفتح البرنامج بعد ما تنزله هيجيب لك الصفحة دي. تحت خالص هنا كده في زرار اسمه نيو، يعني ان انت بتبدأ فيديو جديد. طيب وعلى الكمبيوتر انا بعد ما فتحت الجوجل ميت بالشكل دوت، ازاي ان انا ابدا بقى ان انا اتصل بحد او ان انا استقبل من حد مكالمه؟ اول حاجه هتلاقي حاجتين هنا، هتلاقي زرار اسمه نيو ميتنج، وهتلاقي خانه كده تقدر انت تكتب فيها مكتوب عليها انتر اكود اورا لينك. بكل بساطه الزرار ده ولا النيو ميتنج ده لو انت اللي هتبدا المكالمه. طيب لو انا عايز استقبل مكالمه، لو انا حد عامل مكالمه وعاوز ان انا اخش معاه في الميتنج دون، المفروض ان هو بيبعت لك لينك. اللينك ده انت بتحطه هنا في المربع ده. طيب اول حاجه تعالى نشوف الاول نيو ميتنج. لو انا اللي هبدا المشروع هتدوس على زرار النيو ميتنج هنا، هيقول لك ايه؟ هيقول لك create a meeting for later، او start an instant meeting، او schedule in جوجل كاليندر. اول زرار ده لو دوسنا عليه هيفتح لنا لينك. اللينك ده هناخده كوبي وهنبعته للشخص او للناس اللي عايزينهم يخشوا معانا في الميتنج. التاني زرار ده لو انا عايز ابدا الفيديو دلوقتي، ابدا المكالمه دلوقتي، هدوس عليه بكل بساطه. هيفتح لي الصفحه دي. اول حاجه هيقول لك عايز ان هو يستخدم الميكروفون والكاميرا بتاعه الجهاز، هقول له تمام. وبكده هو فتح معايا الصفحه انا بس اللي ظاهر فيها، مفيش حد ظاهر معايا غيري. طيب كده كله شغال، الميكروفون شغال والكاميرا شغاله وانا ظاهر اهو. طيب مفيش حد دخل ليه؟ لان انا دوست تاني زرار اللي هو ابدا الفيديو دلوقتي بدون حتى ما حد يخش، فهو يعتبر بدا الفيديو بدون ما يدخل حد. طيب انا عايز بقى ادخل الناس، ابدا ان انا ادخل الناس. بكل بساطه هنزل تحت خالص هتلاقي في علامه تعجب معموله عليها دايره، ودي اسمها الميتنج ديتيلز. دي هتكليك عليها هيفتح لك الميتنج ديتيلز، وهيفتح لك اللينك ده. اللينك ده هتاخده كوبي. هو انت هتدوس على زرار الكوبي جويننج انفو دي هيعملها كوبي لوحده يعني. انت هتاخدها كوبي بكل بساطه، هابعتها للشخص اللي أنا عاوزه يخش معايا في الmeeting ده. أنا دلوقتي خدت اللينك كوبي واديته لحد تاني، والمفروض إن الحد دوًّا داس على اللينك. هيظهر عندي هنا فوق كده الadmitted one guest. في ظهر عندي دايرة أو زرار أخضر إن في حد عاوز يخش. هادوس عليها بكل بساطة هالاقي إن في حد أهو، ده أنا برضه. هادوس admitted. لو دوست admitted ده أنا خلاص accept إن هو هيخش معايا. بمجرد ما أنا أدوس عليها ظهر أنا دخل معايا دلوقتي، اللي هو أنا برضه من نفس بس من موبايل تاني. تمام كده. طيب أنا كده دخلت في الZoom meeting. طبعًا أنا قافل بس الميكروفون علشان ما يعملش صوت أثناء التصوير، وبكل بساطة هو كده دخل الZoom. طبعًا سريع جدًا. كده لو لاحظنا هنا كده قفلنا دي هنلاقي 2 join، في 2 دخلوا. طبعًا لو ملاحظين إن هو ما فيش وقت للمدة بتاعة الmeeting، يعني مش يقول لك مثلًا زي الZoom يقول لك 10 دقايق أو 40 دقيقة.
ما فيش الكلام دوّة، هو ده unlimited يعني تقعد تتكلم من هنا لبكرة ولا هيحصل أي حاجة. طبعًا هنا في كل الoption برضه اللي موجودة في الZoom زي إن أنت تقدر تعمل الhand raise hand ترفع إيدك، وهنا دي الترجمة تكلم حد مثلًا بلغة أجنبية، ولو ملاحظين هنا عندي على التليفون ظاهرة بالشكل ده. بادوس على زرار الshare screen من هنا كده، هيعمل share screen للديسكتوب عندي أو للجهاز عندي. ولو نزلنا على اليمين هنا تقدر أنت تدوس على العلامة التانية وهي الchat with everyone، لو دوست عليها هيفتح لك chat كده صغير تقدر أنت تكتب فيه رسالة مثلًا وتقوم باعتها، هتتبعت عند الناس كلها. طيب أنا مثلًا عايز إن أنا أعمل الbackground بتاعتي إن أنا أخلّيها blur مثلًا أو أغيّر الbackground زي ما أنا مغيّرها عندي كده، لو أنا دوست على السهم اللي جنبها هنا كده، هالاقي في أول حاجة اختيار الكاميرا، أنا أقدر إن أنا أختار الكاميرا، طبعًا أنا شغال هنا على الكمبيوتر فهو ما فيش غير واحدة بس، وهنا أقدر إن أنا أعمل blur للbackground، لو دوست عليها هيعمل blur للbackground، لو طفيتها هيطفي الblur خالص. وتالت واحدة وهي الbackground والeffect، لو دوست عليها أنا مثلًا هنا مختار background دي، أقدر إن أنا أغيّرها أخلّيها أختار مثلًا background تانية، أدوس بس كده هتلاقيها غيّر الbackground بمجرد إن أنت ما تدوس عليها بالشكل ده. كل برضه شغال على الماك أو الأندرويد برضه مش فارقة. طيب تعالَ بقى نشوف على الموبايل بيبقى عامل إزاي. على الموبايل بكل بساطة أول ما تفتح على الmeet تفتحه بالشكل دوًّا، هيفتح لك الجوجل meet بالشكل ده. أول الزرار اللي تحت خالص اللي هو new لو دوسنا عليه هيظهر لنا القايمة بتاعة المكالمات أو الأرقام التليفونات اللي عندنا أصلًا، نقدر إن إحنا نتصل بيهم direct أو لو إحنا ما عندناش مثلًا الشخص اللي إحنا عايزين نتصل بيه، نقدر إن إحنا نبعت له اللينك من فوق هنا تقول create link، أول ما تدوس على create link هيعمل لك لينك، تقدر اللينك دوّة إن أنت ترسله لحد إن أنت عايزه يخش عندك على الmeeting بتاعك. طيب بكل بساطة أنت لو عاوز تبدأ Zoom من عندك أنت هتدوس new، لو أنت حد باعت لك الlink بتاع الZoom بكل بساطة هتدوس على الزرار أو الأيقونة الصغيرة اللي عليها علامة الكيبورد فوق هنا كده، هتكليك عليها هيقول لك اكتب الكود بتاعك أو اكتب الكود اللي مبعوت لك من اللي هو الشخص اللي هو عايزك تخش عنده. يبقى كده إحنا من على الموبايل عرفنا إزاي بيشتغل، ومن على الجهاز الكمبيوتر عرفنا برضه إزاي بيشتغل. بكل بساطة ده كان الجوجل ميت، ده المنافس الأساسي لبرنامج الزوم المشهور جدًا، ده برنامج فري من جوجل، برضه نازل على كل الأجهزة سواء الكمبيوتر أو الموبايلات كمان، اللي في منكم ما استخدموش لسه يستخدموه، اكتبوا لي في الكومنتس سواء قابلتكم مثلًا مشاكل أو عجبكم أو إيه رأيكم فيه. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.